ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي وصفة فطار او عشاء سريع، مش هياخد مننا 10 دقايق ربع ساعة تحضير. وهنقدمه بطريقة لذيذة كده. ولو اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد اول ما انزله. بصوا بقى شكلها في الاخر بيبقى عامل ازاي. حاجة كده ما شاء الله تفتح النفس. بصوا من جوه شكلها جميل جدا. اول حاجة بصوا هنقطع الفلفل الالوان بتاعنا مكعبات صغيرة. ولو مش متاح الفلفل الاصفر او الاحمر ممكن نكتفي بالاخضر بس. بعد كده بجيب البيض بتاعي، انا هنا استخدمت 3 بيضات، وهحط عليهم شوية زيتون كده، زيتون مخلي. وبعدين احط عليهم شوية موتزاريلا بسيطة كده. وهقلب الكلام ده. بعد كده في طاسة سخنة هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة. تمام. وبعد كده هنزل بالفلفل الالوان بتاعي، اديله تشويحة كده مع الزبدة يدبل شوية عشان يدينا نكهة وطعم حلو في الاخر، فنشوحه شوية مع الزبدة الاول. بعد كده اول ما يدبل بالمنظر ده هنزل بالبيض بتاعي اللي فيه الزيتون والموتزاريلا. على فكرة انا مش هضيف اي ملح في او فلفل اسود في البيض. هكتفي بالملح بتاع الزيتون. وهتطلع على فكرة مظبوطة جدا، بس لو انتوا بتحبوا الحاجة حادقة شوية او مالحة شوية ممكن تضيفوا ملح. بعدين ببدأ اقلب في البيض كده لحد ما يستوي معايا. او ممكن ناكل جنبها مخلل مثلا لو انتوا حاسين ان هي محتاجة ملح تاني. بس انا شايفة ان بالنسبة لي الملح كان مظبوط جدا. بعد كده بجيب العيش السياحي بتاعي او العيش البلدي العادي بتاعنا. تمام. هم يكون طازة بتاع يعني جايبينه النهاردة عشان يبقى طري معانا في اللف وكده. بعد كده هجيب شوية من البيض بتاعي اللي استوى، واحط عليه سنة موتزاريلا كده بسيطة. وهبدأ اعمله رول بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه كده. عشان كده بقولكوا لازم يكون طازة. هحط بقى على كل وش، يعني هستخدم كل وش كده واحط فيه شوية بيض وشوية موتزاريلا واعمل له رول. فعشان يلف معانا اللفة اللذيذة دي لازم يكون طازة. تمام. بعد كده بقى خلصت كده هجيب شوية زيت بسيط خالص كده وادهن الوش بتاع العيش بزيت عشان بس يدي تحميصة ولون حلو كده. وادخله فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 200 لحد بس ما ياخد اللون الجميل اللي هتشوفوه دلوقتي ده. واتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وصفة سهلة وسريعة كده، ويا رب تاخدوا لفة في القناة وتشوفوا الافكار اللي بقدمها. وشكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم.